تاني توبيك هنتكلم عنه هي العيوب، ودي طبعا جبتها في الاخر لانها بقت كتيره جدا مؤخرا خصوصا هنا في مصر. اول عيب عندنا هو ان عدد اطباء الاسنان في مصر بقى كبير جدا، وبالتالي فمن قريب التكليف اتلغى. ده سببه ايه؟ الاكتفاء. خلاص عدد الدكاتره بقى كبير جدا، فبالتالي ما عادش في احتياج لدكاتره السنان، فبالتالي الدكاتره بقت بتلجا ان هي تشتغل في عيادات خاصه، تشتغل في مراكز اسنان، تشتغل في مستشفيات خاصه. فانت لو مش هتبقى مميز فما تخشش الكليه. تاني عيب وهي تكاليف الماتيريال بتاعت السنان، خصوصا وفي سعر الدولار بيغلى. تكاليف الدراسه نفسها مكلفه، فانت في سنه تانية مثلا بتدفع حوالي 15000 جنيه على حسب الكليات. يعني في كليات بتبدا بدري كلينيكال، في كليات بتبدا متاخر، ولكن الرينج المعتمد في تانية وتالتة حدود 15000. ده حاليا كل سنه بتغلى طبعا. تاني حاجه التكاليف بعد ما تتخرج، سواء هتفتح عياده سواء هتشتغل في مركز، في حاجات انت بتشتريها هتحتاج فلوس كتير عشان تشتريها. عموما لو انت مش في حد خبره في عيلتك او حد دكتور سنان او والدك او والدتك او كده، فبلاش تخش الكليه لو انت الموضوع المادي صعب